Sam, as you know, you always score in Al Basra. Are you prepared for the match tomorrow? رشيد هذا لاعبنا قدام بين جمهورنا اكيد تكون الدافع والحافز كل مباراه مهاجم يسجل لكن بعض المباريات التوفيق يغيب اكيد ما نجاوز كل لاعب ما نجاوز المباشر اي لاعب يكون جاي يعني في التشكيله الاساسيه اكيد على المستوى باسم المنتخب ان شاء الله وفرحه الجمهور ان شاء الله نعود عليه ان شاء الله في المباراه. Thank you for the question. As you know, that all the players and myself as well, we are ready for the game. We're playing in front of our fans, and we hope that they will turn up tomorrow. If I score, and I score here always because I'm getting lucky, and I hope I get lucky tomorrow and score. Look, I think the players did very well. We expected the UAE to come at us in the last 30 minutes. اللاعبين قاموا بأداء جيد ونحن توقعنا المنتخب الإماراتي في آخر 30 دقيقة راح يفرطنا. But you know the boys were ready for it and we defended it quite well. But as I said to the boys, what you did for 60 minutes, you now need to do for 90. اللاعبين أبلغتهم ونحن دافعنا بعد الدقيقة 60 دافعنا بصورة جيدة. أبلغتهم إنه المباراة القادمة ما أحتاجها إلى مدة 60 دقيقة أحتاجها لمدة 90 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. نور الأسد من قناة يونس. البداية راح بحافظ المايك. البداية راح بسيد العام والكابتن أيمن وهيئة الضمان الإداريين. يوم المباراة مهمة تنتظر منتخبنا الوطني العراقي. بس عندي ملاحظة مهمة أرجو يعني حبيت أستفسر من سيد جراهام. مع سيد جراهام تعرضنا إلى حالات طرد مباراتين مباراة اندونيسيا وأيضا مباراة كوريا. يوم كل الأمور مهيئة إن شاء الله إذا هو المنتخبنا. هل هناك يعني صارت محاضرة ذهنية نبهت اللاعبين على هذا الموضوع كون اليوم ما يخصنا فقط الفوز كل الأمور مهيئة وأيضا إلى كابتن أيمن جاهزيتكم كلاعبين وإرسالتكم للجماهير اليوم. Question, as you know, Coach, big game tomorrow, but some of the previous games that we had from Thailand and Indo and South Korea, the Iraqi national team witnessed a sent-off from the players. Did you have, how can I say, mental rupture regarding reckless challenges? And as you know, tomorrow we only need a win, and we win, and we could qualify. And also, second question for Eamon, I want to talk to him about his readiness for the game. Yeah, look, you know, the boys are ready. Obviously, we've got 4 or 5 players out injured. بعض اللاعبين مصابين مثل ما تعرفون لكن اللاعبين جاهزين عندنا 4 إلى 5 لاعبين تعرضوا للإصابة. But I do believe in the great depth of the squad that we have. أنا جدا مؤمن بالعمق التشكيلي اللي يمتلكها المنتخب الوطني العراقي. And as I've said to the players, and I say it openly and honestly to you. هذا الموضوع حدث بصراحة معكم وحدث بصراحة مع اللاعبين. Technically, I have no time to train them technically. I have what they have. اللاعبين المنتخب الوطني تكتيكيا وفنيا ما راح ادربهم فنيا على المباراة، هم يمتلكون الجودة فراح قاعد ادربهم. Question about physically. I السؤال don't have time to train them physically. They do what they do at their clubs. دربتهم بدنيا على ما يفعلوه في النادي حاول ادور على هذا الموضوع. Tactically, we get 1 or 2 sessions, but we do very good meetings. بالنسبة للموضوع التكتيكي قمنا بحصة أو حصتين، لكن بموضوع الاجتماعات نقوم بكثير من الاجتماعات الذهنية. But as I've said to all the players, and I've had meetings with them, it's all about this. بالبلاغ اللاعبين بخصوص هذا الموضوع، المباراة فقط تتعلق ذهنيا. It's all about the brain and it's all about the mentality. يتعلق بالذهنية حضور ذهن المباراة والعقلية مرتب. Forget about everyone else. Just focus on yourself. انسوا الكل وركز على نفسك فقط. Unfortunately, in these moments, you have to forget about your family. في بعض الأحيان حتى أطلب منهم إنه ينسون عوائلهم. The family is the team. عائلة الحامين هي الفريق.
هذه الحالة الحالية. and we do this together. وهذا الشيء نفعله سويا. اللاعبين كلهم بيتم جاهزين، تقريبا 24 لاعب كلهم جاهزين. موجود مباراة الغد. بخصوص الجماهير نحن نعول على جمهورنا كبقية الفرق. منتخب الاماراتي لما كان في هذه المباراة كان الجمهور حاضر. المنتخب السعودي في ارضه فننتظر ان شاء الله مواجهة جمهورنا يكون لاعب رقم 12 والموازنة 90 دقيقة ان شاء الله وننتهي ان شاء الله بالنصر. Regarding the readiness and the physical readiness of the Iraqi national team, as you know, we have 23 to 24 ready players for tomorrow's game. I hope the fans will turn up, same as the UAE fans turn up for their game, and same as the Saudi fans turn up for their game. We gave them an advantage, and I hope all fans will give us that advantage. Thank you. مستويات مراسل قنوات رابعه الرياضيه بدايه نتمنى لكم التوفيق كاعلام رياضي لاعبين اكيد للمنتخب الوطني حتى رقم الى خير. سؤالي مدرب منتخبنا الوطني سيد ابراهيم فيما يخص مباراه الغد، هذه المباراه ادتها بدايه ثلاث جزاء ترجيحيه، هل تدرب المنتخب الوطني واللاعبين على تنفيذ ركلات جزاء ترجيحيه خلال المباريات التدريبيه الماضيه؟ Question. As you know, Coach, important game tomorrow. We might have a draw and we go to extra time, and after the extra time we might go to penalties. Did the Iraqi national team train for a penalty shootout? Exactly as I did the penalty shootout against Peru. مثل ما صارت ركلات الترجيحية أمام منتخب اليوم. 20 years ago tomorrow, بعد 20 سنة غدا. Australia versus Uruguay, we did a penalty shootout. مباراة المنتخب الأسترالي أمام الأوروغواي تغلبنا عليها بركلات الجزاء. First is first, and it's about, there's a one result, it's a win. هي نتيجة واحدة، هي نتيجة الفوز. سؤال للمدرب، كيف يعني نجد دور الاعلام في مؤازرة المنتخب الوطني؟ لا بالغيان. Coach, how do you describe and how do you feel about the Iraqi sports media when it comes to supporting the Iraqi national team for tomorrow's game? I think it's great because I can't understand it. يقول شيء جيد، أنا أصلا الإعلام العراقي ما أفهم شيء. I can't read it, so it's ما أقدر أقرأ وما أعرف شيء. السلام عليكم إلى عبد الكريم مرحبا سؤالي إلى أيمن. ممكن هي مباراة الأهم في المسألة الكروية، مباراة الغد، أنت تعتبر أحد القادة في المنتخب، هل تحدثت بينك وبين اللاعبين عن مباراة الغد؟ كيف كان الحوار؟ كيف دار الحديث بينكم عن مباراة الإمارات؟ When it comes to the big important game tomorrow, my question is for Ayman. As you know, you're one of the captains of the team. Did you speak with the team, and how was that conversation regarding tomorrow's game? يعني لاعبين يحسون بالمسؤولية، أكيد كابتن جلال وكباتن الموجودين بالفريق أكيد يعني نسولف عن أهمية هذه المباراة، أهمية هذه المباراة لجمهورنا، أهمية هذه المباراة لبلدنا، نعرف أن هذه المباراة هي مباراة مهمة تنتظرنا إن شاء الله باكر، أكيد عازمين على تحقيق الفوز إن شاء الله باكر والتأهل إن شاء الله. هذا السؤال قبل الاخير، السؤال الاخير حكم يمن. تمنياتي بالتوفيق للمنتخب الوطني في مواجهة الغد. حسين رحيم شبكة في سبورت. سؤالي لمدرب المنتخب الوطني السيد أرنولد. سيد أرنولد قبل قليل في المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات تحدث مدرب المنتخب الإماراتي كوزمن عن الحضور الجماهيري ومدى تأثيره على هذه المباراة، وأنت أيضا قبل قليل تحدثت عن
عن المباراة فيما يخص المباراة فيما يخص المباراة. بداية حديثه يتحدث عن موضوع دعم الجمهور. نعم واضح. سيد أرنولد مدى تأثير الجماهير على حسم مثل هكذا مباريات قدام التحفيز؟ مايك بنزل عليه نفس السؤال. أنا أفضل استحسان ما في شيء سؤال. شكرا أستاذ. I think that would be brilliant. We need all the fans to be on the same side as you are. Make it more difficult for the UAE. How many of the Brazilian players have played here in Iraq? I don't know. كم لاعب من اللاعبين البرازيليين اللي لعبوا معه؟ So make the Iraqi fans make it difficult for the UAE. Help us. تفضل السؤال الأخير. سؤالي للكابتن أيمن حسين والمدرب جاهر أرنولد. في مباراة الإمارات السابقة شفنا المنتخب العراقي يوجد عنده بعض الأخطاء الدفاعية وخاصة الهدف الذي تم إلغائه من قبل حكم المباراة في أبو ظبي. وأيضا شفنا كابتن أيمن حسين يعود إلى الدفاع. هل راح تلعبون مدرب بطريقة مختلفة مع المنتخب الإماراتي خاصة أمام جماهيركم؟ وراح يطالب المدرب لاعبيه بعدم الدفاع والتقدم الهجومي غدا بشكل. Coach, regarding the previous game that we had with the UAE, the Iraqi national team had some defensive mistakes that they committed, especially the last goal that the referee pulled out. As you know, you saw him get back and help with defense. Are you going to have also a defensive game in front of your home crowd? I don't think we played defensive. أصلاً ما أعتقد لعبنا مباراة دفاعية مع المنتخب الإماراتي. We also had great chances first half. الشوط الأول ضيعنا كثير من الفرص. Sometimes it's the way a game of football goes. هذه مباراة كرة القدم جدت اتجاهات. And then it's how you adapt and adjust. تتعلم وتعدل من الأخطاء اللي عندك. So we've done, in the last 2 days, we've done reviews of the game. قمنا بإعادة المباراة. Good and bad reviews. قمنا بمراجعات سلبية ومراجعات إيجابية للمباراة. Things that we did well. الأمور اللي قمنا بها بصورة حسنة. And things that we need to improve. والأمور اللي نحتاج نطورها. And I expect improvement tomorrow. وأتوقع هيكون تحسن إن شاء الله في المباراة القادمة. خصوص الدفاع عن اللاعب داخل الملعب اكيد في بعض الاحيان دافع وبعض الاحيان مهاجم في الركنيات رجع وقال دافعت في الشوط الثاني هي اوقات المباراه مره ندافع مره نهاجم في اوقات نرجع للخلف في اوقات هاجم. Okay, last question, please. You spoke about the importance of psychological battle, the emotional taking emotions out. What kind of emotions are you seeing in your players these past few days? And then